تحياتنا أصدقائنا متابعينا مشاهدينا وين ما كنتوا عم تشوفونا وتتابعونا. اليوم راح يكون معي صديقي العزيز المعلق الرياضي المحجوب الزاكي اللي راح يحدثنا عن مباراة الهلال والعين. كابتن محجوب، اهلا وسهلا استاذ عمر، مرحبا بك، مرحبا بجميع متابعيك. طبعا ننتظر مباراة كبيرة جدا في الدور اياب نصف النهائي من دوري ابطال اسيا بين الهلال، او خلينا نقول بين الزعيمي قارة اسيا والخليج، الهلال السعودي وكذلك العين الاماراتي. الكل يعرف بان مباراة الذهاب في ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين انتهت لصالح الزعيم العيناوي الذي كسر سلسلة انتصارات الهلال السعودي 34 الماضية، وفاجأ الجميع بفوز مهم جدا وفوز غالي في ميدان وامام جماهيره. 4 أهداف مقابل هدفين، نتيجة ليست سهلة وفي نفس الوقت ليست كبيرة على فريق مثل فريق الهلال، لكن مباراة الذهاب التي قدمها فريق العين والتألق التي تألق أسد الأطلس سفيان رحيمي بتسجيله لهاتريك في هذه المباراة 3 أهداف، والهدف الرابع عن طريق اللاعب البرازيلي كاكو، يعني جعل الكل يتساءل في جمهور الهلال عن سبب ذلك، وفي بعض الجماهير وبعض النقاد أرجعوا ذلك لعدم الاعتماد على الحارس ياسين بونو، خصوصا في ناحية ضربات الجزاء. الأسد الأطلسي وحارس المرمى الذي فاز أو اعتبر من بين أفضل الحراس العالم لم يعتمد عليه المدرب خيسوس في هذه المباراة، اعتمد على حارس السعودي الذي يبحث كذلك عن تألق في المباريات. مباراة الإياب في ملعب استاد المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض أكيد ستكون على صفيح ساخن، خصوصا من طرف فريق الهلال الذي يبحث عن الفوز بأكثر من هدفين أو 3 أهداف لكي يتأهل للدور القادم، لأنه هو وصيف البطل في النسخة الماضية، في حين فريق العين الذي يبحث عن رجوع أمجاده ويبحث كذلك عن الفوز بهذا اللقب الذي افتقده منذ سنة 2003، أي أكثر من 20 سنة يبحث عن الرجوع إلى سكة الانتصارات وإلى التتويجات. فلذلك ننتظر مباراة قوية بين الفريقين أستاذ عمر. إذا ننتظر هذا اللقاء المميز والهام جدا بين الهلال السعودي والعين الإماراتي. ما توقعاتك أن تكون نتيجة هذه المباراة؟ طبعا أستاذ عمر، توقعات صعبة جدا بالنظر لنتيجة الذهاب 4 أهداف لهدفين، حتى الهدفين اللذان سجلهما فريق الهلال السعودي سيكون مساعدين له في مباراة الإياب. لكن خلينا نقول لك، لو مرت 20 دقيقة أو نصف ساعة على فريق العين دون تسجيل أي هدف أو دون استقبال أي هدف من طرف فريق العين، فأكيد على أنه سيدخل الشك في نفوس لاعبي فريق الهلال وفي جمهوره، وسيبدأ الارتباك، وستكون الأمور جيدة إن شاء الله لفريق العين الإماراتي. إن شاء الله، تمنياتنا بالتوفيق للعيناوي الإماراتي في هذا اللقاء المنتظر بإذن الله. شكرا للمعلق الرياضي الزميل المحجوب الزاكي. عفوا أستاذ عمر، وسعيد جدا دائما أكون معك.